ازاي تضيف الشكل اللي قدامك ده كده للشاشة الرئيسية عندك وتريح نفسك من ان انت تدخل على التطبيقات الكتير. والميزة دي انا ارشحها لك لو بتستخدم تطبيقات كتير تظهرها على الواجهة. هنضغط ضغطة طويلة بالشكل اللي قدامك ده وهتلاقي حاجة اسمها عناصر واجهة المستخدم، وفي بعض الموبايلات هيكون اسمها التطبيقات المصغرة. هتضغط عليها بالشكل ده كده وهيظهر لك عندك الساعة، التقويم، اي حاجة حضرتك حابب تضيفها للشاشة الرئيسية هتضيف لها اختصار بالشاشة الرئيسية بالشكل اللي قدامك ده كده. انا طبعا زي ما حضراتكم شفتم انا كنت ضايف التيك توك، وعندك الشات جي بي تي ممكن تضيفه، وجوجل كروم مثلا. هناخد الشكل اللي قدامك ده كده هنضيفه، تمام، وهتضغط تم بالشكل ده. وبكده يبقى انت عندك جوجل كروم اتفتح معاك والتيك توك. ولو حابب تضيف كذا مستخدم او كذا تطبيق في الواجهة دي هتضيفها. وبكده يبقى انت ريحت نفسك من الدخول على التطبيقات. هنا هتضغط بحث، تمام، بالشكل اللي قدامك ده كده. ولو حابب تفتح المتصفح الخفي من خارج التطبيق من غير ما تدخل هتفتحه. وعندك هنا لو حابب تبحث على منتج او حابب تبحث اي حاجة بالكاميرا وهيقول لك اسمها ايه فورا، تمام. وبكده يبقى انت ضفت اختصار خارجي للتطبيقات بره. ولو حابب تضيف حاجة تانية طبعا هتعمل نفس الخطوة وهتشوف حضرتك حابب تضيف ايه. المحادثات، الواتساب، ده كله ممكن تضيفه. اي تطبيق عندك ممكن تضيفه على الواجهة. بس انا بقولك دي يفضل اكتر تطبيقات بتستخدمها بالشكل اللي قدامك ده كده. انا ضايف التيك توك وعندك اليوتيوب لو حابب تضيفه. عندك الشكل ده لو حابب تضيف اليوتيوب، او لو حابب تضيف السيرش فاحنا هناخد ده كده بالشكل ده وهنضغط تم. وبكده يبقى اليوتيوب عندك طلع بالشكل ده كده. لو حابب تبحث تفتح اليوتيوب من بره من غير ما تدور في التطبيقات. وبكده انت ضفت التطبيقات اللي بتستخدمها كتير على الواجهة. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنسناش من اللايك والمتابعة، ولو عندك اي استفسار سيبولنا في تعليقات.